السلام عليكم. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت لو حد دخل يطمني على الصوت. نزلت البوست النهارده، قلت لكم عايزين ايه في اللايف. كومنتات كتير قوي طلبت انجلش، في ماس وفي حاجات كتير يعني. بس بصراحه بما اننا كنا اللايف اللي فات ماس، فقلنا المره دي بقى ايه انجلش كده. طبعا بكلمكم من وراء الكاميرا، انا ما حد بس يطمني واقف اشتغل قدام الكاميرا. مفيش ولا كومنت لسه ظهر، بس في ناس بدأت تدخل. تمام، الصوت والصورة حلوين، متشكرة جدا. طيب كده تمام، تسلمولي تسلمولي تسلمولي. مش بدري ليه بقى؟ والله العظيم كنت بره واتأخرت، وعلى ما رجعت وقفت جهزت الدنيا وجهزت نفسي وكده. هظهر بقى واخدكم، يلا. ازيكم؟ بصوا انا برضو مش عارفه انا ظاهره في الكاميرا ولا لا، بس مش مهم، انا المهم الصوره. طبعا اكتر مشكله دلوقتي بتقابل المامز كتير قوي الانجليش، لان الكلمات بقت كتير جدا والمفروض ان الطفل يحفظها كلها. طب عشان الطفل يحفظ كميه الكلمات دي من غير ما يكون حافظ انه يقدر يكتب الكلمه كده وهو بيتهجاها، ده هيكون صعب جدا انه يقدر يكون الكلمات دي. وبيقابلنا مشكله ان احنا بنقول ولادنا بيحفظوا الكلمات وبينسوها. طبعا دلوقتي مش شايفه اي كومنتات يا جماعه. طب عشان نتغلب على الموضوع ده، قلنا اول حاجه والاساس ان الطفل يعرف الليدرز. هيعرف ايه الليدرز، وبعد ما يعرفها يعرف اصواتها. هراجع معاكم سريعا كده عليها واقول لكم ازاي تتاكدوا ان اولادكم عرفوها. A A A A B B B B C K K K D D D D E E E E F G جا 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 جاي من جيرل، جا جا جا. H ها ها ها. I I I I. J جا جا جا. K كا كا كا. L M N O O O O. P P P P. Q كوا كوا كوا. R S T يو او الحركه اللي انتوا عايزينها. في دبليو دبليو اكس واي يا واي يا زي. طيب تمام، بعد ما عرفنا الحروف وعرفنا اصواتها، عايزين بقى نتاكد ان ولادنا عرفت الحروف وعرفت كمان الصوت. هنعمل ايه يا حبايبي؟ هيبقى عندي سكتشات او شجره او اي حاجه او اي وسيله انت بتستخدميها، وتبداي كده. اقول لابني هلعب معاك لعبه، انا هغمض على الصوره واشاور وانت تقول لي اسم الحرف. يلا انا هغمض اهو، ها اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ المفروض لو الطفل عارف هيرد عليكي صح ويقول لك اي. طب اقول له اي ميكس ساوند، لو هو برضو عارف هيقول لي ايه. تمام، يلا نغمض تاني. اغمض تاني. اسمه ايه ده؟ لدار تي. مساحه السبوره لدار تي. ت. وهكذا افضل استمر معاه. كمان اجي غايبا كده اقول له يا ترى مين الحرف اللي بيقول ب. مين؟ المفروض ان هو يكتبه لي. طب مين الحرف اللي بيقول المفروض ان هو يكتبه لي. طب مين الحرف اللي بيقول يكتبه. المفروض كمان ان انا استخدم معاه تمرين ان انا اديله الحرف الكابيتال وهو يكتب لي سمول، او انا اكتب السمول وهو يكتب لي الكابيتال. تمام كده، عملت كل التمارين دي والدنيا معايا زي الفل، وابني عارف الليدرز كويس جدا، يبقى انا كده في الامان. تعالوا بقى نعرف الخطوه اللي بعد كده. بصوا انا عايزاكم بقى ندوا على بعض كده واعملوا شير على قد ما تقدروا. ربنا يبارك لك يا شوشو.
تمام كده الكاميرا نقلناها عند الفاولز. يلا بعد ما عرفنا الليدرز وعرفنا اصواتها واتمكنا منها كويس جدا واتاكدنا ان ولادنا عارفاها كويس جدا جدا جدا، هنيجي على المرحله اللي بعد كده وهي ايه؟ الفاولز. اساسي جدا ومهم جدا ان احنا نعرف ولادنا الخمس حروف دول. هنعرفه ان احنا عندنا 26 حرف. طب ليه ما بنقولش الكلام ده من البدايه؟ لان من البدايه استيعاب الطفل بيكون لسه قليل، هو مش هيكون فاهم كل كلامي. لكن بعد لما بكون خلصت الحروف ابني طبعا في الوقت ده بيكبر، بالتالي استيعابه وقدرته على التحصيل برضه بتكبر معاه، فهبدا ازود المعلومات واحده واحده. هبدا اقول له ان انا عندي 26 حرف للغه الانجليزيه، منهم 21 حرف ساكن نطقه ما بيتغيرش، ومنهم 5 حروف سميناهم فاولز عشان هم كانوا حروف اشقيه بيتنططوا وبيجوا في كل الكلمات. طب بس كده يا مامي بتنططوا ويجوا في كل الكلمات؟ ما كناش هنسميهم اشقيه، لكن هم كمان بيلعبوا لي في اصوات باقي الحروف، هم اللي بيغيروا اصوات باقي الحروف. حتى لو الطفل مش هيعرف المعلومات دي، انت كمامي بتشرحيها او كميس بتشرحيها لازم تكوني عارفه المعلومات دي. يعني انا عندي 26 حرف لكن عندي 44 صوت. طب الفرق ده جاي منين؟ جاي من الفاولز الشقيه دي ومن الحروف المركبه اللي ان شاء الله هنعرفها مع بعض. المهم عايزين نعرف الفاولز مين هم؟ الاي والاي والاي والاو واليو. في اغنيه يا مس، في اغنيه وانا نزلتهم عندي على القناه، الاي ضربت الاي قالت اي، راحت تشتكي للاو قالت يو، كل شويه تتخانقوا اي اي او يو اي اي او يو. احنا كده تمام؟ كده تمام. ابني احفظهم، ابني احفظهم. يلا ندخل على المرحله اللي بعد كده. معلش بقى اعذروني عشان انا مش عارفه انا شكلي ايه دلوقتي اقسم بالله، بس يلا بقى ما تعملوش مش عارفه اقول لكم ايه. ها وصلنا كده، وصلنا كده. الرينج لايت بينزل، هنثبت تمام. هنيجي بقى عند فاول اي، وانا متعمده ان انا اشرحه في لايف عشان الناس اللي مش عارفه توصل للقناه، لان مس حنان منعت اللينكات يا جماعه، فاللي عايز شرحي بقى يتابعني على الصفحه عندي. اوكي؟ التأسيس عموما ماله، محدش يكتب لي كلمه ويسيبني معلقه، انا واقفه اهو بشوف الكومنتات، ما تحرمش منكم اللفلفه دي، بحبها جدا، انا كمان بلاف يو كتير. اوكي يلا ندخل بقى نشوف بعد ما خلصنا الفاول والولاد عرفوها هنكمل معاهم ازاي. هنبدا ناخد كل فاول منهم ونشتغل عليه لوحده. الاول هعلم الطفل يجمع حرف من الفاول مع حرف ساكن، زي كلمه مثلا ات، ان، اد، وهكذا، اج، وهكذا. بعد كده هبدا اعلم الطفل ان هو يبدا بالساكن وبعدين الفاول اللي انا هكون معرفاه انه بيفتح صوت الحرف. يعني هبدا اقول له كا ا كا، كا ا كا، كا ا كا. يبقى فاول اي هيخلي الليدر سي يفتح صوته. طب هو سي ميكس ساوند، كا كا كا، قلنا بيخربش، كا كا كا، يبقى كا كا، با با با، سا سا سا، دا دا دا، ها ها ها. طبعا لو ابني متمكن من اصوات الحروف الخطوه دي هتكون سهله جدا جدا جدا. مجرد ما اقول له ان فاول ايه هيفتح صوته، با، وهكذا. طب خلاص خلصت الحروف معاه واتقناها وتمام، نبدا نزود حرف كمان ساكن، والطريقه دي اسمها سي في سي، كونسونانت فاول كونسونانت، يعني حرف ساكن حرف متحرك حرف ساكن. كا، انا عرفت ان دي اسمها ايه؟ كا. طب يلا نزود عليها كمان حرف يبقى كات، كات. يلا نقولها بسرعه، كات، بسرعه بقى تبقى ايه؟ كات، 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 بات، بات، سات، سات. اتقناها طبعا بامثله كتير. يلا نغير بقى يا حبيبي وهنشيل الليدر تي ونحط بداله ليدر دي. احنا عارفين ان دي ميكس ساوند، ده ده ده. طب يلا دا، عشان هنا فاول اي هيفتح صوتها، دا د. يلا نقولها بسرعه،
dad. had had. bad bad. برافو. طب يلا يا روحي بقى هنشيل الدي ونحط الان. ban ban. van van. man man. وبكده هكون خلصت فاولي. طبعا محتاجه امثله اكتر من كده، بس طبعا زي ما انتم شايفين البورد انا حاولت ان انا الم الدنيا كلها بعد ما بخلص دول. طب انا هعلمه قراءه بس؟ لا، هعلمه انه يقرا وكمان يتملى. يعني هعلمه انه يكتب كات. هقول له يلا معايا كات. يا ترى مين اللي بيقول كا 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 كا؟ هيقول لي سي. برافو عليك. طب مين اللي هيخلي السي تفتح بقها عشان تبقى كا 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 كا؟ هيقول لي ليدر ايه. ولو هو ما قاليش انا اقول له، يعني لو الطفل مش عارف انا اقول له لحد ما اثبت المعلومه. طب كات هنزود ليدر تي. تمام كده؟ هبص على الكومنتات تاني. حد يطمني بقى وانا واقفه كده قدام الدنيا واضحه ولا ايه؟ الصوره مش واضحه؟ يا نهار ابيض، الصوره وحشه. كل ده؟ طب اكيد الصوره مش واضحه، يبقى اكيد مشكله نت. طب الصوره كده وضحت ولا لا؟ ادي عيب التصوير من ورا الكاميرا، بس انا لو صورت بالكاميرا الاماميه عشان اشوف الكومنتات الكلام بيبقى مقلوب ليكوا. طب كده وضحت؟ هو على فكره كده لو في مشكله هتبقى من النت يا جماعه. بصي يا حبيبتي، اللي هي بتقول بابا دادا، احنا لما بنزود اله في الاخر دي، لما باجي بعد كده الفاول هتخلي مثلا ليدر بي انا بقوله با 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 مسكناه، عشان لما يجي بعد كده اقول با ب بي بو با، يبقى الطفل عرف ان الفاولز هي اللي غيرت الصوت. تمام؟ لكن لو انا مديها له بالهه الزياده دي هيتعبني بعد كده. الصح ان انا اسكن صوت الحرف. ده كي جي 1 طبعا. طب انا دلوقتي مش عارف، هو لو الصورة مش واضحة يبقى مشكلة نت. طيب انا مش عارفة، طب حد يقول لي بقى تاني كده وضحت ولا لسه؟ انا كده عطلانة، قريت الكومنتات ومش عارفه اعمل ايه. من سن كام الكلام ده؟ من سن 3 سنين ونص. تمام؟ بنبدأ واحدة واحدة، مش من 3 سنين ونص هدي كل ده، لأ. تمام؟ من سن 3 سنين ونص هبدأ أعرض عليه الليدرز، ووقت كل بقى ما بيخلص خطوة أو ينجز خطوة بكمل بعد كده. واضح إن الصورة وحشة عشان الناس بدأت تخرج. انا حاسه ان مبقاش فيه مدرسين حلوين. ليه بس؟ بصي، هو مبقاش فيه تعليم اصلا. احنا ما بقيناش عارفين الوزير ماشي ازاي ولا الدنيا ماشيه ازاي. ممكن ما تمسحيش؟ حاضر مش همسحه، بس ما اشوف هيكمل ولا لا. ام مالك تسلمي يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. تمام. ايه؟ ما انا كده مش عارفه انا طالعه ولا نازله. طب انا كده يعني هضطر الغي البث، بس انا لو لغيت البث عندي شغل الصبح وهضطر امسح البورد، دي مشكله تانية. حد يقول لي واضح ان في مشكله في النت يا جماعه، انا مضطره اقفل. بصوا هقفل واتابع الكومنتات، لو قلتولي ان الدنيا ظبطت هرجع تاني، لان كده لا واصل لي كومنتات ولا عارفه اتاكد منكم الدنيا فيها ايه.